المشاهدون الأكارم سعد الله نهاركم أينما كنتم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم من الفضائية الإريترية. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تقدم ملحوظ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إقليم شمال البحر الأحمر. وفد إريتريا يشارك في مؤتمر القمة الأفريقية في دورتها ال30. سكان الدقيق ينظمون نافرا لإصلاح الأراضي المنجرفة. زعيم المعرض الكينيائي ينصب نفسه رئيسا بديلا للبلاد. اختتام محادثات سوريا في روسيا. ورئيسة الوزراء بريطانيا في زيارة رسمية للصين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة عن تقدم ملحوظ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إقليم شمال البحر الأحمر. وأوضح مكتب وزارة الصحة في التقييم الذي أجراه يومي 29 و30 من يناير أن الاستثمار لنشر متوازن للمؤسسات الصحية وتوفير الخدمات الصحية الأساسية أسهم كثيرا في مكافحة الأمراض وضمان صحة المواطنين. وقال مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر الدكتور يوحنس تخستين أن حملات التعبئة الجارية في أوساط الشعب تعمل لإحداث تغيير في العادات، ويتوجب تنسيق العمل لمزيد من الإنجازات. وذكر بأن بناء عيادة علبابو بمديرية أدوبحة قارب على الاكتمال، وتوزيع سيارات إسعاف جديدة لمديريتي بدة ونعفة وسد نواقص الكادر الصحي تدريجا. وقالت وزيرة الصحة أمينة نور حسين في الكلمة التي ألقتها أن النجاحات التي تحققت في السنوات الماضية جاءت لتضافر جهود المواطنين والشركاء، موضحة بأن هذه السنة ستشهد الاهتمام الكبير للتوعية الصحية وبناء البنية التحتية وتطوير القدرات البشرية وسد اللوازم الطبية والأدوية. وناقش الاجتماع التقرير المقدم حول رعاية الأمومة والطفولة والتطعيم وإصحاح البيئة المجتمعية والسيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحة الأمراض الوبائية. وقدم آراء بناء للدفع بالبرامج الصحية. شارك وفد إريتريا بقيادة المندوب الدائم في الاتحاد الأفريقي والمفوضية الاقتصادية الأفريقية السفير أرأيا داستا في الفترة من 15 وحتى 29 من يناير المنصرم في مؤتمر القمة الأفريقية في دورتها ال30 المنعقدة في أديس أبابا. وقدم وفد إريتريا في مؤتمر القمة الذي عقد تحت شعار الانتصار في مكافحة الفساد نهج مستدام لتحويل إفريقيا. قدم كلمات توضح مبدأ ورؤية إريتريا ضمن أهم القضايا المطروحة في الاجتماعات التي شارك فيها المندوبين الدائمين للدول الأعضاء ومجلس وزراء الخارجية وكذلك رؤساء الدول. وأوضح بأن إريتريا قدمت تقاريرا حول تنفيذ الميثاق الأفريقي ضمن التقارير التي قدمتها المفوضية الأفريقية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والناس، فيما أكد الوفد الإريتري جاهزية بلاده لتعزيز العمل الفعال الذي شرعت المفوضية العمل فيه، لأن رعاية وتأكيد حقوق الإنسان والمواطنين تعطى أولى الأولويات. كما قدم الوفد الإريتري أفكارا حول إدارة جهات الاتحاد الأفريقي خاصة الناشطين في شؤون حقوق الإنسان بعيدا عن الاتكالية والمساعدات المالية التي تبرهن التدخلات الخارجية. وأصدرت في ختام المؤتمر قرارات وتوصيات تركزت حول تأسيس سوق مشترك للطيران الأفريقي وإنشاء سوق عالمي حر تابع للقارة الأفريقية والتحرك الحر للمواطنين بين الدول القارة الإفريقية، وانتخاب 10 دول لإدارة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال فترة عامين، وعقد مؤتمر في كل 6 أشهر لرؤساء الدول والحكومات وتنظيمه بداية من العام 2019 مرة في العام وغيرها من التوصيات والقرارات. وتسلم الرئيس الرواندي بول كاغامي رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام واحد، فيما اختير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئاسة الاتحاد في عام 2019.
والتقى الوفد الإريتري إلى جانب مؤتمر القمة الإفريقية في دورتها 30 مع ممثلي عدد من الدول، وبحث القضايا المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية. وضمن الأنشطة الدبلوماسية الشعبية، عقد سفير إريتريا بالإمارات العربية المتحدة السيد عثمان محمد عمر سيمينارا للإريتريين المقيمين في ولاية أبو ظبي ودواحيها في 26 من يناير المنصرم، تركز حول الأوضاع الراهنة في البلاد. وذكر السفير عثمان العمل المركز على التطور الاقتصادي الوطني الجاري لدوره الهام في إرسال الاستقرار والنماء والتقدم الملحوظ الذي يحرزه، داعيا إلى تعزيز دور المواطنين في أبو ظبي ودواحيها لإنجاح البرنامج، خاصة برامج الدبلوماسية الشعبية وعكس صورة إريتريا الحقيقية. كما أشارت المعلومات الواردة إلى أن تنظيم المرأة في سان هوزي بالولايات المتحدة الأمريكية نظم برنامجا لتوسيع تأطيره. انخفضت نسبة الأمراض التي يسببها نقص النظافة في مديرية جنوب دانكاليا بإقليم جنوب البحر الأحمر بفضل الجهود الجارية لإصحاح البيئة. وأشاد مسؤول الصحة البيئية في فرع وزارة الصحة في الإقليم السيد عبد السلام ناصر في الاجتماع الذي عقد من أجل تقييم الأنشطة المنفذة في فرعية في قرى عسايتي ومرقابلا بضاحية حارسلي بدور المجتمع لتنفيذ البرامج الموضوعة. ومن جانبه شرح المدير التنفيذي لإدارة المديرية السيد إبراهيم نور القيام بأنشطة نفير أسبوعية منتظمة لإصحاح وحفظ المياه وحماية التربة، موضحا عن وجود خطط للدفع بالبرنامج. وأكد المشاركون على مواصلة أنشطة نظافة البيئة نتيجة حملة التعبئة التي تقوم بها المؤسسات الصحية في الضاحية. نظم سكان 6 مناطق في ضاحيتي حينبا وهدامة بمدينة عد قيح الإقليم الجنوبي أنشطة نفيرة لإصحاح الأراضي التي جرفتها السيول. وصرح مدير ضاحية حينبا سيد جمال محمد الشفالي وكالة الأنباء الإريتريا إرينا بأن عدم إصلاح الأراضي المنجرفة في أوانها يتسبب في زيادة الدمار الناتج عن الانجرافات، مشيرا إلى أن الأنشطة النفيرة المتمثلة في بناء الحواجز والمدرجات في مساقط المياه يؤدي إلى استصلاح المناطق المنجرفة. كما أوضح بصيانة طريق ترابي بطول 7 كيلومترات عبر مشاركة 600 شخص في منطقة حينبا أدى إلى حل مؤقت للمركبات وخاصة سيارات الإسعاف. هذا وتضم ضاحيتي حينبا وهدامة في مدينة عد قيح 6 مناطق. لازلنا نتواصل معكم مشاهدينا الأكارم وفي هذه النشرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فكونوا معنا. أهلا بكم. أطلقت الشرطة الكينيا الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار للمعارضة تجمعوا خارج منتزه في نيروبي، واحتشد الآلاف من أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينغا في منتزه أوهورو، حيث من المقرر أن يؤدي اليمين رئيسا للبلاد في عمل احتجاجي ضد الرئيس الحالي المنتخب أوهورو كينياتا. وحذر ممثل الادعاء من احتمال أنه اتهام أودينغا بالخيانة إذا جرت مراسم أداء اليمين، وهي تهمة تحمل عقوبة الإعدام. ويصر أنصار أودينغا على أنه وليس الرئيس أوهورو كينياتا الرئيس الشرعي للبلاد، وأن الانتخابات الرئاسية التي فاز بها كينياتا لم تكن حرة أو نزيهة. وكانت المحكمة العليا الكينية قد ألغت فوز كينياتا في أغسطس بسبب مخالفات، ولكنه فاز في إعادة الانتخابات التي قاطعها أودينغا، وأدى اليمين رئيسا للبلاد لفترة ولاية ثانية في نوفمبر. اختتم مؤتمر السلام السوري في روسيا أعماله يوم الثلاثاء ببيان يدعو لإجراء انتخابات ديمقراطية، لكنه تجاهل المطالب الرئيسية للمعارضة بعد يوم خيم عليه شجار بين المندوبين ومقاطعة كلمة وزير الخارجية الروسي. واتفق المشاركون أيضا على تأسيس لجنة إعادة كتابة الدستور السوري، لكن كثيرين من ممثلي المعارضة قالوا أن المؤتمر يهدف إلى خدمة مصالح الرئيس بشار الأسد وموسكو حليفته الوثيقة. وقال البيان الختامي أنه ينبغي للسوريين تحديد مستقبلهم من خلال انتخابات،
لكنه لم يوضح ما إذا كان سيسمح للاجئين السوريين بالمشاركة، وهو أمر سعى إليه معارضو الأسد والدول الغربية. وذكر البيان أن السوريين يملكون وحدهم الحق في اختيار نظامهم السياسي بعيدا عن التدخل الأجنبي. وحث البيان أيضا على الحفاظ على قوات الأمن دون الدعوة إلى إصلاحها كما تطالب المعارضة. بدأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أول زيارة رسمية لها إلى الصين منذ أن تولت مهام منصبها في عام 2016، كما تعد هذه الزيارة التي تستمر 3 أيام الأولى لرئيس وزراء بريطانيا إلى الصين منذ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لبريطانيا في أكتوبر 2015، والتي اتفق خلالها الجانبان على تطوير للعلاقات الثنائية. وللتخفيف من تأثير حافة هاوية محتملة نتيجة بريكسيت، تتعرض بريطانيا لضغوط هائلة لتوطيد العلاقات التجارية الثنائية فيما وراء أوروبا. ومع وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 79 مليار دولار أمريكي في عام 2017، تعد الصين إحدى الدول التي تأمل بريطانيا في توقيع اتفاقية تجارة حرة معها بمجرد أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019. كما تعتزم الدولتان تكثيف التعاون العملي في مجالات مثل التكنولوجيا النووية والقطار فائق السرعة والطاقة والفضاء والذكاء الصناعي وغيرها. غرقت عبارة على متنها أكثر من 80 شخصا في المحيط الهادي حسب ما أكد مسؤولون، فيما طالب أحد نواب جمهورية كبرياتي بفتح تحقيق مستقل في القضية. ويقوم فريق إنقاذ متعدد الجنسيات بدوريات في مساحات واسعة من المحيط بحثا عن ناجين، لكن لم يتم العثور إلا على 7 أشخاص على قيد الحياة حتى الآن، مع تراجع الآمال بالعثور على آخرين. وأعلن مركز تنسيق الإنقاذ في نيوزيلندا في بيان أن السلطات كبريباني أكدت وجود نحو 80 شخصا إضافة إلى الطاقم على متن العبارة. وقال المركز أن 4 طائرات من نيوزيلندا واستراليا والولايات المتحدة ساعدت في إجراء عمليات المسح في المنطقة حيث فقدت العبارة. وأشار إلى أن البحث يتركز على العثور على زورق نجاة انطلق منها. هكذا مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.